وتخلص فصل الدعامه والحركه كله في اسبوع واحد بس، بشرحه بتفصيل التفنيدي بافكاره الفنيه بتربيطاته بخواطر البيولوجيه بتاعتي بحلوله وتدريباته، ده كله في اسبوع واحد. شاكرين قوي، ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله. فكرت تاخر بدايتك في شهر 9 علشان طاقتك ما تخلص؟ كنت مسافر وعين البدايه فاتتك، لقيت نفسك دلوقتي زمايلك كلهم سبقوك وخلصوا دعامه وحركه وعارفين كل حاجه وفنيات وحل وتدريبات، وانت لسه ما تعرفش اي حاجه، محتاج تبدا من اول وجديد، بس خايف تتاخر عن زمايلك وترحل عنهم فصل كامل في المنهج. حابب تاخد الخلاصه في الانجاز بس خايف يبقى فيها كروته ويجي لك فكره من الفنيات اللي ما بين الامور وسرعتك تضرك. يعني يا جماعه خلاص كده مستقبلي بيضيع ولا ايه يا كمان؟ حلك عندي، بس الحل ده شرط لازم تكون على قد المسؤوليه. الموضوع هيبقى متعب شويه بس صدقني هيبقى جدوى جميل. هتبقى انت زيك زي زمايلك شغال تنسيق هرموني كانك بادئ من شهر 8، مش فايتك اي حاجه، ما تكروتش، الشرح واخده انتظامي بكل تفصيله الفنيه، مرتاح جدا في الحل، مفيش افكار اصلا فايتاك مهما يتلاعب بيك في السؤال، هتكون قدها وزياده. اسبوع واحد على المنصه معايا هينزل لك يوميا محاضره او اكتر تلم لك كل اللي هو فاتك، وهتذاكر يوم بيوم، وهيبقى معسكر احياء تقفل فيه كل اللي فايتك، وان كل يوم في الاسبوع تلتزم بالجدول اللي انا عامله لك في اسبوع، وزمايلك بيقفلوا حركه وبيحلوا عليها، انت هتجيب الدعامه والحركه بتدريباتهم بحلولهم. انا قلت لازم تكون عندك مسؤوليه عشان تعرف تواكب معايا الحل ده. حد يقول لي يا بيولوجيست طب ما هو اونلاين، اللي هحتاج افهمه او النقطه اللي احب اسالك فيها هيتعمل لك وقت مخصوص لكل اللي تعطل فيه او تحتاج المزيد والاستزاده منه. هيبقى ليك خلال هذا الاسبوع مواعيد دوريه، هبقى معاك اشرح لك كل حاجه بشكل برايفت في المقر. انا انبهرت، انا بهير نفسي انبهرت. طب ده كله ليه؟ علشان في نهايه الاسبوع تكون زيك زي زمايلك اللي بقالهم شهر شغالين، هو اسبوع تكونوا قد المسؤوليه وتبدا الثانويه بقصه نجاح تخدمك بقيه السنه وتقول انا قدرت اعملها في اسبوع اللي غيري عملوه في شهر، ويبقى وقود ليك يحركك طول السنه، وان شاء الله تكمل عليك قصص نجاح كتير. احنا مستنيينك، الحق كلمنا نرتب لك الدنيا، تظبط امورك في الاسبوع ده وتبدا اللي بعده جاهز زيك زي زمايلك، مش فايتك اي حاجه. يلا باي باي.